حبيب شوبير قوي واي حاجه هو ماشي مع شوبير، وانا كنت ايامها طبعا مشكلتي كانت كبيره مع الاخ شوبير. لكن انت عايز تقنعني ان ابو قمر جاب واحد او المنيا؟ لا، المساله ببساطه جدا، شباب موت شباب، شباب موت شباب. جيت موقعة الجمل الوهميه، قلت فلان سلط مين؟ الكلام ده مش موجود يا جماعه. الافلام الهنديه دي اللي بتتعمل عشان انت عايز تنتقم من سيف في واقعه معينه، تقوم تقدم فيه 10 15 بلاغ عشان تنتقم منه. هي دي المشكله اللي بتقابلنا دلوقتي، المرحله الانتقاميه. كل واحد متضايق من واحد، يجي حادثه معينه يروح عامل فيه 7 8 بلاغات، يلاقي نفسه في النيابه، ممنوع من السفر، متقدم للمحكمه. لانك وهنا السياسه كمان منع من السفر ده يعني بيعتبروه مجرم. مجرم بالظبط كده. فانا بقول انت الان تعيش في زمن الضلال. ايه زمن الضلال؟ ان يقول الكاذب كذبه والناس عارفه انه كذاب وتصدقه، دي علامه من علامات يوم القيامه. والصادق يقول الحق والناس عارفه انه بيقول الحق وتكذبه، هو دي علامات يوم القيامه اللي احنا فيها على فكره. احنا في معجزات يا سياده المستشار. ايه اللي بيحصل ده؟ واحد يبقى عارف انه كذاب وبيطلع في التلفزيون في قنوات معروفه ومحدده ومش همه مصر، على سواء مستوى الرياضه او مستوى السياسي، لان في برضه قنوات رياضيه خربت الدنيا، واخد بالك، ويقول كلام انا معايا فايل الاعلام هفتحه مع حضرتك النهارده. انا هستاذن حضرتك، هطلع فاصل بس هدي حضرتك سؤال ونرجع نرد عليه. المستشار مرتضى منصور قال لي دلوقتي جمله مهمه جدا، قال لي انا ما ينفعش وانا رئيس النادي الزمالك اتعامل كمشجع. هل حضرتك ندمان على ان انت وانت رئيس نادي الزمالك ما كنتش هادي شويه؟ فتره من الفترات. هنطلع فاصل اقول لك بعد كده ونرجع تاني. فاصل ونرجع مع المستشار مرتضى منصور. المستشار لا يعني يعني طبعا في احيانا الواحد كان بيتصرف في بدايه وجوده في مجلس الاداره مشجع، وده غلط. المشجع في المدرج المسؤول لا، بيتصرف تصرف تاني خالص. ويمكن انا كان عندي حادثه وانا حكيتها قبل كده، انه في احدى المباريات دكتور، وانا كنت نائب رئيس نادي ما كنتش رئيس نادي، دكتور صيدلي كان صديقي انا المحامي بتاعه، دخل النادي، كنا الزمالك اتغلب في ماتش كده من المطوشه، فقعد يقول لي يسقط مرتضى منصور ويسقط مجلس الاداره، كان انا كنت بلعب يعني. وده خطا كبير، لانه لما الفرق بتغلب يبقى ده اللعيبه والاجهزه الفنيه، تتغلب بمجلس الاداره وانت مغمض على طول تروح جايب شاتم مجلس الاداره. طبيعه الوسط الرياضي للاسف الشديد يعني كل واحد حتى مش عارف دور كل واحد ايه. المهم فقعد يستفزني بقى ايه، يعني ضغط عليا جامد، فرحت زقه. فهو بص لي كده يعني بما معناه انت عشان نائب رئيس نادي ورئيس مكتب تنفيذي مش هقدر اكلمك. فروحت زعلت جدا من نفسي جدا، ازاي انا مسؤول بقى وعملت ده؟ انا هنا المشجع. فكلمت الكابتن يا كان نائب رئيس مدير النادي، قلت له يا كان هبعت لك ورقه دلوقتي انا كاتبها علقها على الباب. فبعت له الورقه، كلمني قال لي الورقه دي مرتضى منصور رئيس المكتب التنفيذي قرر ايقاف العضو مرتضى منصور 15 يوم ومنعه من دخول النادي. فعلا؟ اسالهم هم موجودين سامعيني وشايفيني اتعلقت على الباب. فالراجل طبعا يعني ازاي يعني؟ لا طبعا. قلت له لا عشان انا المفروض ابقى قدوه، يعني المفروض انا كمسؤول قدوه. وكده كان، وقعدت طبعا 15 يوم، وصاحبي الصيدلي ده بقى يجي لي، على فكره اسمه الدكتور اسامه، بقى يجي لي البيت عشان خاطر تعالى النادي، اقول له لا. طب النادي النهري لا، لغايه ال 15 ما خلص ودخلت. ما ينفعش وانت مسؤول تتصرف تصرف جمهور، ما ينفعش وانت قاعد مجلس شعب تطلع على ميدان الناس تضربك، ومش عارف تطلع على العباسيه عشان تهاجم وزاره الدفاع الناس تشتمك. ما ينفعش تجيب بطانيه وتنام جوه المجلس ولا بره المجلس. دي وسيله العاجز، وانت مش عاجز، انت تستطيع ان تستجوب رئيس الوزراء وان تسقط وزاره. ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتهين نفسك وبتهين مجلس الشعب. فللاسف الشديد زي ما قلت لك المشهد كله مشهد متلخبط على بعضه. بس المشهد ده يا فندم فيه ايجابيات، يعني معايا خبر هنا بيقول حساب الضحايا يضرب الرقم القياسي، ده برضو ايجابيه. والله مليارات الدنيا ما تعوض ام ملكومه ابنها رايح عشان يتفرج على ماتش يرجع ملفوف في كفن ابيض، ولا مليارات الدنيا تعوض. لا يعني ايه الفلوس؟ يعني ايه هترجع الولد اللي راح وشباب زي الفل 16 سنه و17 بس حضرتك يعني بمنتهى الصراحه كل الاولاد اللي توفت من اسر مستوى ضعيف او مستوى يعني كان هو ممكن يعول الاسره، عنده اخوات او معظمهم، فيعني اكيد الماده برضو يعني هتهون ولا تعوض نظره ام لابنها. طبعا انا متفق مع حضرتك، واخد بالك؟ لا ولا اتقال الكلام ده سيف لسان بسيط جدا، روح راحت
ابن رايح الصبح فرحان، استحمى ولبس التيشيرت بتاعه النادي اللي بيشجعه، وكلم اصحابه وكلم زملائه، وراح وكان حاجز في القطر من بالليل، وكوي هدومه وطلع في القطر طبعا فرحان، ما يرجعش جثه طبعا. لا يعني، ولا مليارات الدنيا تعوض. عشان كده بقول لك احنا في كارثه. الكارثه دي بقى هنقول في الاخر علاجها ايه؟ يعني ليها علاج طبعا. طب في ظاهره قبل حضرتك ما ناخد علاجها، ان نجوم الكره في المقدمه والهيئات دخلت السباق. يعني نجوم الكره في مقدمه التبرعات، والهيئات كمان دخلت. في شيكابالا تبرع، وابو تريكه، واسامي كبيره. ده شعور جميل من لاعب. دول نجوم. النجم على فكره مش الناس اللي شاروا عليه، النجم اللي بيتصرف، النجم سلوكيات. يمكن اللي عمله شيكابالا دون مسح حاجات كتير عملها كانت غلط مع جماهير الزمالك او جماهير الاهلي، واخد بالك؟ صح. لكن في النهايه هو تصرف يدل على ان هو جوه انسان. هو ده اللي بيعمل النجوميه. النجوميه مش كره تجيبها جون، النجوميه مش كره تصدها، النجوميه مش تبقى في المنتخب، النجوميه سلوكياتك. شوف احمد حسن نجوميته منين؟ اللي عامله في بلده في مدينته المنيا، تصرفاته. طب يعني هو دي النجوميه. انما النجم مش هو اللي بيجيب الجون، النجم اللي سلوكياته بتقول ان هو قدوه للشباب. بس ظاهره تفرح يا سياده المستشار. ما انا بقول لك ده هو دي قدوه. انت النهارده لازم يبقى عندك، ما هو انت مشكلتك من اول ما اتعمل كتاب مصر مش امي، مصر مرات ابويا، احنا دخلنا نهرج. الافندي اللي عمل الكتاب ده لازم يتحاسب. العادي يتريق. بص حضرتك، بناء على كلام حضرتك، الجمهور رد على شيكا اهو، جمهور النادي الاهلي كاتبين له اسفين يا شيكا. الناحيه الثانيه بيرد على متعب، اسفين يا متعب، جمهور نادي الزمالك. هو دي الروح اللي احنا عايزينها. لكن احنا بنتمنى انها تستمر هذه الروح، مش بمناسبه حدث كارثه. احنا بنتمنى ان الروح دي الجميله دي اللي وحدت جماهير الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي. على فكره انا عايز اقول لك، انا كان حصلت مشكله مع الالتراس الاسكندراني، فرحت حضرت معاهم وطلعتهم، خليت سبيلهم كلهم الحمد لله. انا فوجئت بيكلموني بتوع السويس وبورسعيد والاسماعيليه، ويكلمني القاهره، وبيكلم بتوع الزمالك، وبيكلم بتوع الاهلي، بيشكروني. واضح ان الولاد دول كلهم اصلا مع بعض رابطه واحده. لكن المشكله لما يكون فريق منهم بيلعب الثاني. لا، هو في مشكله ثالثه يا سياده المستشار. الاعلام سخن والدنيا سخنت، تصريحات من هنا تصريحات من هنا. يعني في قبل ما نطلع هوا حضرتك قلت لي يعني لقيت سيادتك مركز قوي على لا في حلول ثانيه. انت ما تجيش النهارده تقول لي الاتحاد غلطان ولا الاستاد غلطان. احنا كلنا غلطانين من البدايه. ايه اللي وصل الامور لكده؟ بص يا بيه، هقول لك انا بدايه، انا بقول لكل اب وكل ام، شوف ابنك وبنتك. انا بشوف بنات سواء بقى في ميدان التحرير، في ميدان سفنكس، في ميدان مصطفى محمود، في ميدان العباسيه. انا ضد كل اللي بيطلع ده لسبب بسيط جدا. انت وقعت نظام فاسد ظالم، شكرا، ابتدي اشتغل. البنت اللي بتقعد لغايه الساعه 3 بالليل، البنت اللي راحت هاجمت وزاره الداخليه، ودي ان على كل المواقع شايفينها بتقول الفاظ بذيئه، وتخبط تقول للظباط اطلع يا كذا، الفاظ ما ينفعش تتقال من راجل. مش دي الحاله اللي بندور عليها. واخد بالك؟ الاب والام فين؟ السؤال الاب والام فين؟ ده البيت. الام مهتمه بايه؟ امال حضرتك الجنه تحت اقدامك ليه؟ ده الجنه تحت اقدام حضرتك علشان ده، عشان انت اهم من الاب. ولا تقل لهم افا ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. ليه؟ عشان يا اب وام انتوا خدتوا بالكم من ولادكم، للاسف مش واخدين بالهم من ولادهم. انا النهارده لما اسيب ابني يطلع على محمد محمود مثلا ويضرب، وعايز يضرب وزاره الداخليه، وعايز يقتحم وزاره الداخليه، وانا عسكري غلبان واقف. ما هو يا جماعه للاسف اللي واقف ده، اللي واقف على وزاره الداخليه ده عسكري مواطن مصري. ابن الفلاح البسيط اللي من متغمره او من اجا او من محله او من اي بلد، سواء امن مركزي او جيش. هو حضرتك عايز تموته ليه؟ هو واقف، انت بتشتمه، بتشتم امه وبتشتم ابوه، بياخد 10 جنيه في الشهر محنه. وحضرتك جايب الفلوس دي منين؟ هو حضرتك بقى لك 4 5 ايام نايم في المكان ده ازاي؟ هو حضرتك الخوذات اللي انت جايبها دي مش شاريها لك؟ هو حضرتك فين ابوك؟ هو حضرتك لما تموت بقيت شهيد؟ طب ما انا بقول لحضرتك، ما هو ربنا اللي قال له وتلقوا انفسكم الا التهلكه. ما انت لما تيجي عند وزاره الداخليه، لا انت جيت عند مكتبي قطاع خاص، لا انت الاستوديو ده حضرتك دلوقتي عامل برنامج معايا، دخل عليها هجمه ناس بالمولوتوف وبالبتاع الخرطوش، حضرتك هنقعد نتفرج ولا هنقاوم؟ صح، هقاوم. ربنا سبحانه وتعالى بيحب المؤمن القوي. حضرتك اللي جاي تهجم عليا، حضرتك رايح تهاجم وزاره الداخليه، هل من بين اجنده الثوار ان حضرتك تهاجم وزاره؟ طبعا لا. وحضرتك رايح وزاره الداخليه ليه؟ اشمعنى الداخليه والمحاكم اللي فيها القضاه ومجلس الوزراء ومسبيرو اللي فيها التلفزيون، اشمعنى حضرتك واخد الوزارات السياديه؟
هو حضرتك ما بتروحش وزاره السياحه ليه؟ وحضرتك ما بتروحش ناحيه وزاره الصحه ليه؟ اسف، ومجلس الشعب، انت ليه واخد الاماكن اللي هي اركان دوله؟ انت عارف يا سياده مستشار، على قد ما الحاجات دي بتخلي شكلنا وحش، لكن في خبر هنا برضو يعني استوقفني، ان شكلنا برضو قدام العالم كله بيهتم بمصر. يعني بلاتر بيعلن مساعده الفيفا ل 27 مارس. يعني برضو مصر بص، مصر حضاره 7000 سنه. مصر في القرآن الكريم ربنا كرمها 5 مرات تذكر مصر ده غير التلميح، مصر بالاسم. تمام. مصر ربنا بشر كل من يدخلها بالسلام والامن. بس ده حضرتك مش دليل يا فندم ان برضو الكره المصريه لسه ليها الرياده على مستوى افريقيا؟ لا مصر هو انت ناسي ان مصر خدت بطوله افريقيا 3 مرات. الكره المصريه مصر بالظبط، يعني عايز اقول لك خدنا 3 مرات ولم يحدث من قبل. تمام. و3 متواليين. مصر ليها قيمه في الرياضه، ليها قيمه في السياسه، ليها موقعها الجغرافي، موقعها التاريخي. الولاد دول لو يعرفوا قيمه البلد اللي بيخربوها، الولد اللي طالع، اللي انا بقول لمعالي النائب العام وبقول للمشير طنطاوي ازاي يتساد. واحد بيقول لك ايوه احنا عايزين نهدم الدوله المصريه، اقول له لا يا حات ماما وحات بابا مش هتهدم الدوله المصريه لسبب بسيط جدا، لانك لازم تتحاكم. طبعا الناس اللي بتطلع تتكلم عن المشير طنطاوي وتقول لك انا اسف في اللفظ يفت المشير، لا، المشير قائد الاعلى للقوات المسلحه، هو ده المشير اللي حارب في 67 وحرب الاستنزاف و73. مش ده جيشنا يا جماعه اللي مسح على العار وانتصر على اسرائيل، وبنطلع نقول ارفع راسك فوق انت مصري، انت انتصرت على اسرائيل في 73. هي في نقطه ثانيه يا سياده المستشار كمان، دايما احتفالاتنا وانتصاراتنا الفتره الاخيره، يعني 73 المشاكل الجيش دلوقتي، انتصارات ال3 بطولات، يعني مثلا اقوال جديده لزاهر والتوأم في التحقيقات، كابتن سمير زاهر النهارده 3 بطولات، حسام ابراهيم النهارده تاريخ، ومع هذا في اقرب مشكله بياخدوا اقوالهم كل الناس بتقول تحقيقات متهمين، فجأة الانتصار بيتقلب بالشكل ده. شوف انا بس عايز اخد سمير زاهر عشان اخلص منه، انا عارف ان هو طبعا قريبك بس عايز اخلص منه ده. لا براحتك مفيش مشاكل. بص استاذ سمير زاهر اخطا خطا استراتيجي، هو خطا عمره. بعد ما ربنا كرمه وكسب القضيه، وانت عارف انا موقفي كان معاه قد ايه، انا والدكتوره المحترمه زوجته قلنا له استقيل، المناخ غير مناسب، ما كانش لسه جايب 25 خالص لو تفتكر، امشي انت ربنا والقضاء المصري العادل رد اعتبارك، امشي. لانك انت يعني انا عايز اقول له فكروا بس هو الجنزوري راجع عشان يمشي سمير زاهر، ما هو الجنزوري برضه الدكتور الجنزوري محترم ليه؟ هو اللي مشى قبل كده، وكانه نشحت نشنت يا فالح، نشنت يا فالح بيقول ده جاي لي بقى بالظبط. يعني الجنزوري كل اي واحد بيشيل، اول ما بيشيل سمير زاهر. ادي واحد. 2 هو ما رضيش يمشي وكمل، وانا بقول لك هو طبعا شايفنا وسمعنا دلوقتي. نمره 2 انا ليه عتاب عليه انه منتخب مصر ما يروحش يلاعب البرازيل في الدوحه ابدا. انا في حاجه ان انا اقول للعالم كله ان مصر فيها امان. انا مش رايح اعمل الاستاد مش عارف مين، مع احترامي طبعا للشعب القطري، شعب محترم، انا مختلف مع موزه وجوزها والراجل رئيس الوزراء بتاعهم اللي بتاع قناه الجزيره لكن انا مختلف مع دول، لكن انا بقول شعب القطر شعب محترم. انا بقول يا استاذ سمير انا في حاجه ان كان يتلعب الماتش في مصر عشان العالم كله يتفرج على البرازيل بتلعب منتخب مصر جوه مصر زي امن والامان موجودين، لكن للاسف راح قطر. وبعدين حصل بقى الاحداث بتاعت بورسعيد، الناس كلها دلوقتي انا كسائح وكل يوم يخطفوا لي 3 4 سياح. يا بيه القصه مش جايه يعني مش عبثيه، ده في مخطط لاسقاط الدوله. انا كراجل سائح عربي او اجنبي ازاي اجي ازور مصر وانا كل يوم بقرا ان اتخطف 3 كوريين، اتخطف مش عارف 3 فرنسيين؟ ازاي؟ انا راجل عايز احط فلوسي في بنك، ازاي اتامن وكل يوم بالمتريوز دلوقتي؟ وبعدين بتقول لي الامن. انا قلت قبل كده الامن لن يعود الا بقى مهم قوي. الامن لن يعود ليه؟ لان الامن مش كل الامن كان فاسد، ومش كل الامن كان ظالم، ومش كل كان فيه ضباط مرتشيه وكان فيه ضباط سفله، لكن في الغالبيه العظمى ناس يعني تروح جوازات تلاقي ناس محترمه، تروح في ناس في الاسلام تلاقيها محترمه برضه، واخد بالك؟ كان في ناس في الاحوال المدنيه، ناس في المطاف بالطاف، في ناس ماتت. على فكره يا استاذ مشار، انا بس عايز اروح حته قبل ما نسيبها، وهي حته كابتن سمير. هطلع فاصل بس هسال حضرتك سؤال. انا بتفق بحضرتك ان كان لازم الكابتن سمير قبل 25 يمشي، بس عايز اعرف من حضرتك في مجزره بورسعيد اتحاد الكوره او كابتن سمير زاهر مذنب ام لا؟ هنطلع فاصل ونرجع ناخد من حضرتك. هو مذنب بعد